السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في ليلة جديدة ومن برنامجكم اليومي الشاهد. وفي حلقتنا لهذه الليلة بالإضافة إلى أخبارنا سيكون لدينا موضوع أعتقد أنه مهم وقضية ذات بعد إنساني كبير وأيضا بعد حقوقي، وسنحاول أن نفتح ملف أخونا عادل المحروقي. عادل المحروقي لمن لا يعرفه هو الموظف اللي فصل من عمله واعتصم أمام بوابة مكتب العمل بمكة المكرمة الآن تقريبا أكثر من 10 أيام فيما يبدو. وعادل حقيقة شغل يعني الشارع السعودي بشكل أو بآخر على المستوى الصحفي أو الإلكتروني أو حتى التلفزيوني. حقوقه التي يبحث عنها أسرته وبلا سكن بلا عمل، كثير حقيقة من الآلام والمعاناة عاشها هذا الشاب السعودي الذي هو حقيقة طاقة شابة سنقدمها اليوم، وسنحاول أن نتعرف على مزيد من تفاصيل هذه المعاناة الإنسانية والحقوقية من خلال قضية شاهدنا لهذه الليلة، والتي سنفتحها مع أخينا عادل ومع أطراف مهمة أيضا في هذه القضية، لنحاول وإياكم أن نقترب من صورة هذا المشهد الإنساني المهم. لم يكن يحلم هذا الشاب يوما ما بأنه سيلجأ للشارع ليدافع عن حقه في الحياة الكريمة. حمل كل ما يملك وطرحه هنا، وقرر إيصال رسالة مفادها: أنا أرفض أن أخسر كل شيء فقط لأن أحدهم قرر أن يعيد حساباته. الإدارة التشغيلية لهم سبب برضو كبير في مشكلتي، أنه أنقصوا راتبي من 7000 إلى 4000، يعني الفرق حوالي 3000. تغيير مسمى الوظيفي مساعد مدير مبيعات إلى موظف مبيعات أو موظف تسويق، أني أرجع أبدأ من الصفر. أثارت قضية اعتصام الشاب السعودي عادل المحروق الإدريسي أمام مكتب العمل والعمال بمكة المكرمة ردود فعل كبيرة في الصحافة المحلية، إلا أنها لم تلق صدى لدى الأوساط المعنية. المشكلة أنه من يوم الأحد ما حد تحرك ساكن، وما حد اتصل. ما أدري هم بيفكروا إنه هل هذا هو مواطن سعودي أو مواطن غير سعودي. يعني أنا ما طلبت المستحيل، أنا طلبت حقي من الشركة. القضية التي يعتصم من أجلها هذا الشاب الثلاثيني تلامس قلوب كثير من أبناء مجتمعه، والذين يرون فيه نموذجا للموظف غير الحكومي والذي يتبع لجهة أهلية مطالبة برفع نسبة السعودة في مؤسساتها وشركاتها، إلا أنها في ذات الوقت تستغل الثغرات في النظام لهضم حقوق أبناء الوطن كما يقول عادل. حتى اتصال على الجوال ما جاني، سواء من وزير العمل، وكيل وزارة العمل، الشركة نفسها يعني المفروض تتصل علي، يعني إيش طلباتك، إيش تبغى، حتى نحل الموضوع. حنا ما نرضى مثلا إنه والله واحد مواطن سعودي، أنا ما أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. يعني أنا ولد بلدهم، أنا ماني إنسان غريب حتى يسووا معي كذا. أنا ناشد بعد المسؤولين، أنا كنت ناشد المسؤولين، الآن أنا ناشد 2 بس، وأملي بالله كبير فيهم بعد الله سبحانه وتعالى. أنا ناشد ملك الإنسانية خادم الحرمين الشريفين، وناشد اسمه الملكي ولي العهد سلطان الخير انه يحل موضوعي بأسرع وقت ممكن. وانا اتوقع ان الموضوع اخذ ردود قوية من الشعب السعودي، وتعاطفوا ناس كثير معايا وجوني هنا على الموقع وقدموا لي المساعدات كلها. تخنقه العبرة كلما ذكر اسم الوطن، وهو الذي وطن نفسه على العزة، لكنها دموع الحرقة يذرفها الإدريسي على الطموحات بالمستقبل المشرق، وعلى ضحكات أطفاله التي تملأ مسامعه من جوانب المقتنيات التي ما عادت تجتمع لهم بمأوى كان يوما ما سكنا يضج بالحياة. طبعا سببت لي أضرار، أول شيء نفسية، أضرار اجتماعية، خسرت أولادي، خسرت زوجتي،
حاولت إني أعمل كنترول على الموضوع، إني أرجعهم مرة ثانية، لكن برضو للأسف بعد 3 شهور أخرى رجعت زوجتي وأولادي بترك المنزل والذهاب إلى بيت أهلها. صاحب العمارة أو صاحب الشقة اتضجر من تأخير الإيجارات عليه، وعمل لي طلب عن طريق الشرطة مرة واثنين وثلاثة، حتى انه عمل طلب عن طريق البحث او المباحث العامة بالقبض علي. فانا فكرت انه بدل ما تقبض علي المباحث العامة، والحمد لله انا ابن الناس، قررت اني اعمل الشيء هذا بس اني ارجع حقي، ويمكن اني اوصل صوتي لاكبر عدد ممكن من المسؤولين الكبار. إلى الله يلجأ، وكل همه أن تعود حياته إلى مسارها الصحيح، يرفع دعاءه إلى الله، وكله أمل أن يصل صوته بالرغم من كثرة الانتقادات للطريقة التي لجأ إليها. قضية عادل أثارت عدة أسئلة حول الثقافة القانونية المبنية على فهم العقود والشروط الملازمة لها، وأسئلة أخرى حول مفهوم الحقوق بين العامل والمستخدم، والتي تحتاج إلى توضيح وبيان إعمالا لمفهوم العقد شريعة المتعاقدين. موظف على الرصيف في انتظار العدالة، بلا سكن، بلا أسرة، بلا عمل، هائم على وجهه في الطريق مقابل مكتب العمل في مكة المكرمة، يفترش الأرض ويلتحف السماء، تحاصره البيروقراطية لسرعة إنجاز مشكلته، لكن إيجار المنزل لا يعرف الأعذار. قصة صاحبنا قصة مواطن شاب فجأة وجد نفسه في الشارع، وهنا اقتراب من حكاية أثارت الشارع السعودي وفتحت تساؤلات مهمة في حقوق العاملين وإجراءات التقاضي. موظف على رصيف الانتظار، قضية شاهدنا لهذه الليلة، وللحديث حول هذا الموضوع المهم معنا هذا الموظف الذي فصل من عمله وأصر على الاعتصام لأيام طويلة، ما زال يتابعها، وربما على الأقل اخترقها، وأتاح لنا فرصة من خلال زيارتنا في الاستوديو الموظف المفصول من عمله الأستاذ عادل المحروقي. حياك الله يا عادل. الله يحييك. لعرض قضيتك. ومعنا أيضا الأستاذ خالد الحلواني وهو المستشار القانوني. حياك الله أستاذ خالد وبارك الله فيك، للتعليق أيضا حول هذا الجانب. ولعلي أبدأ منك عادل، أنت الآن تسكن هذا الرصيف منذ كم تقريبا يا عادل؟ من يوم الأحد الماضي. الأحد الماضي. نعم. المشكلة اللي أوصلتك لهذا الحال وخلتك تتخذ قرار البعض يعتبره حتى غريب ومستهجن أنه تبقى في الشارع بهذه الطريقة؟ هو القرار اللي اتخذته أنا بسبب الفصل التعسفي اللي صار من نفس الشركة المالكة للأبراج. نعم. وأيضا الإدارة التشغيلية بيكون لها دور كبير في كذا، بسبب إنقاصهم راتبي 3000 ريال، كان من 7005 ريال إلى 4000 ريال، وتغيير المسمى الوظيفي من مساعد مدير مبيعات إلى موظف مبيعات. بسبب هذه المشكلة؟ بسبب هذه المشكلة. طبعا المشكلة هذه اندرجت عليها أو تدرجت عليها مشاكل معنوية وأسرية. إيش المشاكل؟ أول مشكلة طبعا حالة نفسية رهيبة بشكل يومي، بسبب عدم الوفاء بالتزاماتك اللي بل بكل ساعة. لا بسبب انه شركة بتخسر او بتفرط في موظف يعتبر ابن الشركة. انا بدأت معاهم من الصفر، بدأت معاهم موظف تسويق. كنت اعمل في قسم تسويق صكوك التملك، وحققت من المبيعات حوالي يمكن 2,500,000 ريال أو ما يزيد عن ذلك. بعد ذلك طبعا بدأت الأبراج بالتشغيل. نفس الشركة المالكة للأبراج قامت بتشغيل الأبراج، أبراج فندقية، أبراج فندقية 5 نجوم. قامت بتشغيل برجين. نقلت من تسويق صكوك التملك إلى تسويق التشغيل أو مبيعات التشغيل. تغير مسماي الوظيفي إلى مساعد مدير مبيعات. راتبي الحمد لله زاد إلى 7005 ريال. طبعا في العمل الجديد كنت حوالي يمكن من المدة استغرقت 9 شهور.